عندي سؤال محيرني من ساعة ما دخلت مصر. مساء الفل يا شهيرة هانم، عاملة ايه واخبار معاليكي ايه؟ منورة مصر كلها. لأي حاجة الحمد لله على السلامة يا شهيرة هانم. اتفضلي، ايه السؤال اللي محيرك من ساعة ما دخلتي مصر؟ ايهم بنفسه موجود وممكن يجاوبني واجاوبك انا على السؤال اللي محيرك ده، ما تحتاريش، ايهم موجود، مش عايزك تحتاري. يعني من ساعة ما جيت مصر وشفت العيشة اللي انتوا عايشينها، يعني الله يكون في عونكم. مالك يا شهيرة هانم؟ في ايه؟ هو ايه شفت العيشة اللي انتوا عايشينها؟ والله يكون في عوننا كلنا يا ستي طبعا، بس معلش ايه الدخلة اللي انت داخلاها علينا دي يا هانم؟ شايفانا بنعرج قدامك ولا ايه؟ ما تعقلي الكلام، بقولك ايهم موجود، كلمي عادل معانا، احنا عايشين كويس والحمد لله، وحتى لو مش كويس قوي احسن من غيرنا يا شهيرة هانم. في ايه؟ مش لازم ازعق. والله العظيم يعني الواحد نازل مصر معاه ايرا الواحد نازل مصر ومعاه ايه يا هانم؟ معاكي ايه؟ ما سمعتش كويس. معاه ايرا معاكي ايرب؟ هي ايه زي القرب يعني؟ طب وانت جايبه قرب ليه معاكي يا هانم من بره؟ هتعملي ايه بالقرب دي في مصر؟ ولا انت بتقولي ايه؟ معاكي ايه؟ معاه ايرا ايرب ولا انت قصدك تقولي ايرب بياعين الساكسونيا اللي بيبقوا في الشارع، يعني يبقى ماشي يقول ايرب، قصدك حاجه زي كده ولا دي ايه دي؟ طيب يا هانم، ايه القيره دي يا شهيره؟ وفاكر ان الايرا بقى ب 40 جنيه في السوق السوداء، يعني ده مبلغ. 40 جنيه والسوق السوداء، ده شكلها عملة، انت بتتكلمي على فلوس كده. مفهوم. قيرة قولي كده يا شهيرة. قولي بقى معاكي عملة اسمها ايه وعايزة تبدلي كام؟ انا ممكن ابدلهم لك. معاكي عملة اسمها ايه؟ ايرا. عادي، انا معايا دي، هوب فوق. انت يا ولد يا نيلة يا معفن يا جبان، امشي يا ولد يا نيلة. ايوه كده الكلام مفهوم يا شهيرة. معاكي قيرة. دي عيشة محدش يستحملها، يعني انا اللي جاي من بره. هو ايه اللي دي عيشة محدش يستحملها وعشان انا جاية من بره؟ هو كل واحد هيطلع لي يومين يسافر ولا يطلع له جمصة يومين هيجي بقى ينتقدنا ويقعد يتريق علينا ويقول لنا انا مش مستحمل العيشة هنا؟ ما تخليك بره يا عم الحاج. في ايه يا مدام شهيرة؟ ما كانتش قيرة اللي معاكي. في ما ايه يا ايهم اهو، خدها سبعات في تمانيات، اللي عمره ما طلع عمل فيديو قال انا سافرت ولا رحت ولا جيت، لسه نازل من الطياره، انا في المطار بجيبه اصلا دلوقتي. ما حدش سافر غيرك يا مدام شهيره عشان تعايرينا. في ايه؟ حاسه بالفلوس، الفلوس ورق جرايد، ملهاش اي قيمه خالص. مشكلتك بقى ان انت شايفه ان القيره ما انت حولتيها عملت لك ورق جرايد فمش مكفي. شوفي انت بتصرفي في ايه، اسعار كويسه والدنيا حلوه يا ماما، مالك في ايه؟ حتى لو القيره بقى ب 40 جنيه والله العظيم الواحد. اقول لك ايه يا مدام شهيره، موضوع القيره ده خد اكتر من حقه وزاد عن حده، خلاص بلا قيره بلا مش قيره. هتصل دلوقتي اعمل اوردر، سيبك من القيره، انا هبعت اجيب قيره سجق، اجيب لك معايا قيره بسطرمه. بضحك معاكي يا شهيرة على موضوع القيرة، بضحك معاكي يا هانم، بس أهم حاجة ما نخسرش بعض. كل حاجة الغلا بقى فاحش، التجار بقوا يضربوا في 3 4 يعني. يا ستي غلا فاحش ايه وتجار ايه اللي بيضربوا في 3 4؟ ده انا اول امبارح كنت في مشوار مع ايهم، لقيت لك تاجر مش بيضرب في 3 و4، لقيت لك تاجر منيم 10 على الارض ونازل دب في دماغهم، عمال يطرشق في اي حته يقابلها في وشهم. انا حليتهم من تحت ايده بالعافيه يا شهيره هانم. تحية القيره يا شهيره. والله عمال افكر الناس اللي في مصر عايشه ازاي. الناس اللي في مصر عايشين كده. كفايه بقى ما تزهقيناش، انت كل شويه جايه تعايرينا يا شهيره ولا ايه؟ في ايه؟ ما كانتش قيره، اصل انتوا تعبانين، اصل انتوا صعبانين عليا لا مؤاخذه، وهتطبق لنا قيره وتحطها لنا في جبنه، فخلاص خلصنا بقى. بره احنا ما بنشيلش هم مثلا المدارس، عايز تدخل ابنك مدرسه حلوه بتدخله مدرسه انترناشونال، بتدخله حاجه برايفت ده مثلا يدخل له في 40 60 80 الف في السنه. ده انا بتكلم بقى في كي جي 1 وكي جي 2، انا ما بتكلمش لسه في جامعات. 6 40 50 60 70 90 100 يا ستي، بس ال100 بيدفعوا في كي جي على حق الله. عندي ابن عمتي الله اكبر عليه، الولد ده عبقري، دفع له حوالي 150 الف في كي جي، بس عايز اقول لك ان بسبب ال 150 الف دول الولد طالع من كي جي دكتور الله اكبر. عايز اقول لك انا كنت عندهم من فتره، قلت للولد الطقم بتاع الدكتور اللي هو السماعه البلاستيك ومش عارف ايه وايه الله اكبر عليه. الولد شافني بس بكح، جري بالسماعه على طول حطها على صدري. لا في فلوس مصروفه، عبقريه وفي علم، الولد طالع عارف هو بيعمل ايه، وفعلا شخص حالتي وانا قاعد وكتب لي على حاجه، رحت صرفتها من الصيدليه قالوا لي يلا يهبل. الولد كويس جدا وايهم اهو. في حاجات احنا بره ما بنحملش همها، لا انتوا في مصر بتحملوا همها. بقعد افكر انتوا عايشين ازاي؟
هتعايرنا تاني. بصي يا شهيرة هانم، انا عامل حساب للصداقة اللي ما بيننا. انت لو فكرتي تعايرينا في اي جملة تاني انا ايهم هيتحرك. بس انا عايزه اعرف برضو انتوا عايشين ازاي. لا ده انت ما فيش منك فايدة بقى. اتحرك يا ايهم، اتحرك يا ايهم، بلاش تقرفينا يا شهيرة، ما كانتش قيرة. والناس اللي بتروح الساحل بتروح ازاي؟ والله العظيم انتوا بتروحوا ازاي؟ انتوا جايين فلوس منين؟ بيجيبوا القيرة من المكان اللي بتجيبيه منه يا شهيرة وبيروحوا الساحل. والله العظيم حاجه تقهر يعني. انا بضحك من كتر ما انا مش فاهمه، من كتر ما انا مش عارفه البلد رايحه لفين. ان شاء الله بلدنا رايحه على كل خير، وخليكي في حالك انت بس يا شهيره، وخلي في جيبك القيره. ان شاء الله في يوم من الايام الجنيه ده هيقعد القيره في البيت وهيقول لها يلا يا قيره يا عمله فقيره ان شاء الله. عامة اقتصاد في العالم كله بقى في الارض. طب لما انت عارفه ان الاقتصاد كله واقع في العالم كله يا مدام شهيره، عايزه ايه مننا ومن القيره دلوقتي؟ انت عايزه مننا ايه؟ حتى في هولندا اللي احنا عايشين فيها لما كان بيخش السوبر ماركت يجيب ب 20 ايرو حاجات، لا دلوقتي بقى يجيب نفس الحاجه ب 40 ايرو. يخرب بيت ام دي قيره، على بيت ام دي عمله، على بيت ام ده فيديو. ايه يا ستي ما كانتش قيره. تعيشوا ازاي يعني؟ مش عارفه حد يفيدني، الله يكون في عونكم. انا هفيدك يا شهيره هانم وهقول لك خليكي فرحانه بالقيره ان شاء الله. يوم من الايام اما البلد ان شاء الله هتكبر وهتعلى هتيجي تنزلي لي وتقولي لي انا عايز ارجع اعيش في مصر ومعايا 100,000 قيره. لك لا يا ماما، ده عند ام سميره. خليك انت هناك اقعدي بالقيره بتاعتك، سيب المصريين قاعدين هنا، ما ان شاء الله هتقضى بيهم وليهم باذن الله، وربنا موجود. مش عايزين وجع دماغ. اتفضلي حضرتك لمي القيره بتاعتك وتفضلي اتكلي على الله وارجعي البلد اللي انت جيتي منها هولندا، توصلي بالسلامه ان شاء الله. اول ما توصلي طمنيني عليكي وعلى القيره. باي باي يا مدام شهيره.